السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزين ام جليل. اللي حبت حبيبتي سلطه اقتصاديه صحيه، اليوم راح نشاركها معكم مع بنت اختي، هي اللي حديرها لكم. سلطه فريمون في غايه البنه، سلطه المعكرونه بالخضار، يعني فريمون صحيه، والمقادير موجوده في كل بيت. قبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. كما راكم تشوفوا هنا دارت الماء يغلي ورمات فيه المقارون. فوالا هنا تختاروا اي مقارون. دارت مغرفه عفوا الملح وحوالي مغرفه تاع الزيت. فوالا اونتر طون زاد دارت كسرونه واحده اخرى، ودارت الخضر اللي كانت ديجا نقاتهم وقطعتهم اون بتي دي كما راكم تشوفوا، ودارتهم تاني يغلو وحدهم. هي غلاتهم باسكو كنا ديجا اون روتار، الوغ باش زربت من نتوما فوروهم، من الاحسن تفوروهم. هنا بعد ما طابلنا المقارون صفاتو. فوالا هاي ليكم دوكا. هنا وجدت كاع واش راح دير في هاد السلطه. عندنا مقارون، عندنا طوماطيش مقطعه اون بتي دي، الزروديه والكورجات بعد ما طابو، البصل تاني مقطع رقيق، لاصوص هذيك اللي وجدناها في الدار، وعندنا الزيتون ايفيلي مع الزيتون اسود للتزيين. فوالا هاي ليكم الصوره، هي تعبر عن نفسها. يعني مقادير جد بسيطة موجودة في كل بيت، ما تكلفي روحك ما تروحي تشري ما والو، واش عندك في الدار ديري. هنا اللي عندها ريسيبيون ولا جفنه ولا واش حبيتو، المهم حاجه كبيره باسكو درنا كونتيتي. درنا فيها هذاك المقارون، رمينا هذاك الخضر اللي كنا غليناهم مع البصل. فوالا والبصل هنا مقطع رقيق جد رقيق، فريمون ما تحسولوش كاع في الماكله، ما تحسيش كاع بلا كي دايره فيها البصل. اللي ما يحبوش البصل وتقدروا ما ديروش، اختياري. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا زدنا الزيتون هذاك الابلوشي مقطع. معنا تاني زادت المعدنوس، دارت المعدنوس، ومن بعد دارت هنايا لاسيزونمون، دارت شويه زيت. هنا اللي عندها الخل او القارص اللي تحب الحموضيه تقدر تزيد دير. هي دارت الزيت ودارت الملح ودارت لاصوص اللي كنا خدمناها في البيت. هنا الا عجبتكم وحبيتوا تعرفوا لاصوص اكتبوا لي في لي كومونتير، ندير لكم عليها فيديو ونوريكم الوصفه كيش درناها. فوالا هنا بعد ما خلطت كاع المقادير راهي تخلط فيها باش جميع المقادير يندمجوا مع بعضهم. وهي السلطه تاعنا بعد ما وجدتها وزينتها، شوفوا كاش جات. زاد دارت لها شويه مايونيز من الفوق، دارت لها البيض مغلي. هنا البيض تحبوا تقطعوه هكايا، تحبوا تقطعوهم بتيدي وتخلطوه معها. هذا هو الفيديو تاعنا اليوم، يعطيها الصحه وجات بنينه.